السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام إلى يوم الدين. النهاردة بنتكلم على مشروع العجول الرضيعة وإزاي بنشتغل على العجول الرضيعة باللبن الصناعي. في البداية أنا اختياري للعجل لازم أن يكون العجل في حيوية تامة باين عليه الصحة العامة، والعجل سليم تماما ما بينهكش، ما عندوش نهجان. طبعا كل الحاجات ديت معظم الناس عندها خبرة فيها. احنا عندنا في شركة جرين جولد بنسيبك تختار العجل اللي انت عاوز تختاره كيفما تشاء، ولو انت اخترت حاجة تعبان بنوجهك بنقول لك لا سيب هذا العجل وخد عجل تاني. يعني ان شاء الله بنوجهك وندي لك النصيحة. طبعا عندنا متابعة ما بعد البيع خطوة بخطوة، ودي حاجة طبعا تتميز بها شركة جرين جولد. هنرد على النهارده على اللبن الصناعي. اللبن الصناعي بحضر الادوات بتاعتي اللي هي اناء سلستيل، مضرب سلستيل، وبحضر شكارة اللبن بتاعتي والجرادل اللي هرد عليها. وطبعا بنرجح نقول الجردل ليه؟ لان طبعا البزازات بتحتاج عمالة كتير ساعة الرضاعة، فبنشتغل النهارده على الجرادل على طول ان شاء الله. الكيلو البودرة بحله على 8 لتر مية، وطبعا بدوب بالمضرب الستيل على درجة حرارة الغليان، لأن اللبن ما بيفكش معايا وبتعمل قلة على درجة حرارة الغليان. فبدوب تماما وبأدي لكل عجل كيلو ونص في الرضعة. يبقى كيلو البودر طبعا زائد التمانية لتر بيديني 9 كيلو. كل عجل بياخد كيلو ونص في الوجبة، يبقى كيلو ونص في 6 عجول، إلى كيلو بيرضع لي 6 عجول. 6 عجول طبعا. لو أنا جيت كمشروع استثماري بعد ما يطلع للفطام، التاجر او الحاجه اللي انت بتبيع له ان هو بيلاقي حاجه كميه يقدر يجي لك عليها. فعشان كده بيبقى المشروع ما يبقاش عدد قليل وحسب المقدره، كل واحد حسب ساعته ياخد عجل اتنين تلاته، بس احنا بنقول المشروع 6 عجول عشان خاطر لما يجي يسوق ويبيع يبقى فيه عنده تاجر يقدر يجيله. طبعا النهارده شركه جرين جولد بتوفر لك اللبن اللي هو الفرنساوي عالي الجوده، وتوفر الجرادل ترمومتر اللبن، بتوفر لك التحصينات، كل ما يلزم من المستلزمات البيطرية متواجد عندنا في شركة جرو جولد. الموجود عجول هولشتاين بيور ألماني، أعمار من 10 أيام إلى آه، عمر اللي قبل الفطام، وشهر وشهرين وشهرين ونص، لغاية برضو في العجول اللي هي الفطام. بس طبعا العجول الفطام قليلة عشان خاطر السحب على الفطام عالي جدا إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يعني فالنهاردة انت كأداة مشروع، انت المرحلة اللي بتوفر الطلب اللي هو بتاع العجل الفطام اللي كل الناس بتسأل عليه. بنسبة 70% بيسألوا على عجل الفطام وبيخاف من فترة الرضاعة، فانت بتخش تعمل المرحلة دي. طبعا بتبقى المرحلة دي عاوزة عناية شديدة ورعاية. مش نقول لا ده مشروع سهل، لا، المشروع طبعا عاوز عناية وانضباط، ويكون عند حضرتك العلم ان انت ازاي هتتعامل مع العجول الرضيعة. فإن شاء الله بالتعليمات بتاعتنا بتاعت الشركة ومتابعة ما قبل البيع وبعد البيع بنوجهك وبنقول لك على كل الخطوات. طبعا متوفر أي أعداد من العجول الهولشتاين الرضيعة زي ما انتم شايفين كده في العرض. العجول بسم الله ما شاء الله آخر حياة. والسلام عليكم.